جاي باش يوروثوا حاجه ما احنا تجمعيين وكتجمعي وعاشت تونس وعاشت التجمع الدستوري الديمقراطي اللي هو حيكون لنا الكل. حتى كان جات جماعه ما كانتش تنتمي للتجمع، احنا نفتخروا بانتمائنا للتجمع في استقطاب الايديولوجيات الاخرى كيف القوميين واليسريين وولاد معناتها من جماعه اليسار او اليمين، معناتها نحاول نستقطبوهم. ثم شخصيات مثلا مفاتيح تم اليمين، مثلا الشيخ عبد الرحمن مورو، احنا نجموا كسياسيين وساده معروفين سياسيين نجموا نستقطبوه هذاك السي مورو، مالغري اللي ثم تعارض بين السياسه نتاعو والسياسه نتاعو هو. اما نتقروا احنا الخلاف الموجود في حركه النهضه ونستقطبوا سي مورو باش نفكوا منهم الضغط نتاع القاعده اللي يجي فيها وراه. مثلا هذا يتمشى ثم كره كبير ياسر حزب النهضه، نذكر الحزب هذاك لاقصى درجه معناها نجم نحكي عليه كما هو، فهمتني؟ وما غير معناتها ما نصدوا الثلج ولا حاجه. الحزب هذاك اذا كان احنا كساده وكسياسيين، خاطر ما فماش سياسيين مختلف الساده في تونس يحب ولا يكره، تستقطب الخليه نتاعو هو، تستقطب القدر نتاعو هو، اعطيه ما يسالش مسؤوليه، ما يستجري على الناس يعطيه مسؤوليه. اما احنا من اللي نتحكموا فيه، احنا بعد نشوفوا الكل. احنا حاجتنا توا ككتله دستوريه كجبهه دستوريه كامله بحزب المبادره، بالحزب الحر، بحزب المستقبل، بحزب افراد تونس بالكل. يلزمنا احنا نكونوا في وفاق، حتى وفاق معناتها يكون معناتها في ضد معناتها احنا متفاهمين. حتى كان نلزم مش ظهروا ان احنا على خلاف باش نرفضوا الطرف نتاع الانتخابات على خاطر هي دعوه، واحنا نجموا نلعبوا السياسه وهم مش يلعبوا السياسه. الخبر يقول تنظيم سياسي جديد يسمع عبد الفتاح مورو وكمال مرجان ومنذر بالحاج علي. التنظيم السياسي هذا باش يسمع المعتدلين. باش نسألك الهيكل هذا اللي يحكينا عليه سي منذر بالحاج علي يجمع اسلاميين معتدلين يتقدمهم شيخ عبد الفتاح مورو، الدستوريين والوطنيين يتقدمهم كمال مرجان، والليبراليين الاجتماعيين يتقدمهم منذر بالحاج علي. هل هو ائتلاف ضد الطبيعه ولا طبيعي؟ معناتها كيما يقول لك ائتلاف ترويكا ضد الطبيعه نتاع الاحزاب، انت كيفاش تراه؟ كيفاش تقيم؟ ائتلاف نشوفوا انه طبيعي لكن مانيش مقتنع انه باش يكون في اطار حزبي. ما نعتقدش انه باش يكون في اطار حزبي لاعتبارات اللي تخص الممضين، لكن في تقديرنا ائتلاف مرحلي من اجل اهداف معينه. ونتصور انه اهم هدف والنقطه الوحيده اللي تم الاتفاق، او على الاقل النقطه اللي المركزيه اللي تم فيها الاتفاق حول خارطة طريق الانتقال الديمقراطي. نعرفش شاو سي منذر ينجم يأكد ولا ينفي كلامك؟ لا نأكد كلامك. صحيح هذا مش حزب جديد، هذه قوى سياسية، نادي تبادل الآراء وفيها لا أحزاب أساسا حزب المبادرة لحد الآن، أطراف سياسية أخرى معروفة يعرفها الخاص والعام، معروفة واتجاهاتها ومولاتها وكذا إلى غير ذلك، وجمعيات أيضا وشخصيات وطنية مستقلة. خلينا نكونوا أكثر ترى يعني هل الملتقى هذا ولا هالمنبر هذا مش يولي يعقد اجتماعات دورية طبعاً، ويخرج نصوص ومواقف طبعا وسيتهيكل داخل كلمة تراب الجمهورية وفي الهجرة أيضا بحول الله إن شاء الله، والله ولي التوفيق. في شيء باش ياخذ مواقف من القضايا السياسية، القضايا الوطنية والقضايا الدولية إلى غير ذلك، ما حتى إشكال في هذا، ويتحمل جزء من المسؤولية التي مناطة بعهدة التونسيين جميعا. اما سياسيا ما فهمتش زاده، معناتها ما عندوش حتى غايه في ائتلاف انتخابات، في حكايه معناتها في زالت الانتخابات بعيده. سي منذر بالحاج علي ما عادش عندنا برشا وقت. هل هي فتره خطبه في انتظار الزواج معناتها نشوفوا النفوس تتوالم ولا لا؟ من بعد تقرب الانتخابات النفوس تتوالمت وانتهى سي نوفل لا من بعد وامضينا وقرينا فاتحه وبصدق. المساله الثانيه هي ربما بلادنا ما تتحملش مرحله انتقاليه طويله، وهذا ثابت بالنسبه لنا، وربما بلادنا ما تصبرش. وعلى هذه نقطه استفهام، شنو يصير لو بلادنا ما تصبرش؟ العالم اجمع يتحدث على الانتخابات، صحيح هذاك المسار الاصلي، ولكن المسار لازم نعملوا فيه سنفر. نحن نفكر في هذا ايضا. حكومه الانقاذ الوطني، حكومه الانقاذ الوطني تعني انقلابات راهي. وقت اللي يولي كيلو الفلفل ب 2650، وقت اللي يولي كيلو اللحم ب 20 دينار، وقت اللي يولي كيلو البطاطا وكيلو الطماطم وكيلو البصل ب 1500 ب 1400، يا سي نور الدين هذه حالة طوارئ. حالة طوارئ، وعليه نفكروا حاجة مزنين.
اما ثم مسائل اساسيه اليوم في الاقتصاد وفي المجتمع انا تخص المواطنين التوانسه، اما تتفضل وتتحمل الحكومه مسؤوليتها واضح. ولا على بقيه الاطراف تحمل مسؤوليتها. هذا حسب منظر السيد منظر بالحاج علي، حالة طوارئ هي وقت المواطن ما ينجمش يطيب صلاته من شويه.